الله على كوباية العصير اللي تروي العطش بعد صيام يوم طويل. هعمل معاكم النهاردة الكركديه، بس هعمله معاكم بطريقة حلوة وسهلة جدا. يعني ليه بالغالي تشتريه وانتي اصلا في ثواني هتعمليه، وبطريقة حلوة وفريش، وهيفضل معاكي في التلاجة طول شهر رمضان. عايزة اقول لكم يا جماعة الطريقة دي تحفة جدا، لازم تعتمدوها في رمضان. هعمل معاكم الكركديه تاخدوا منه كده وتحطوا على طول في المية، على طول على طول هتجهزي احلى عصير، وبألف هنا وشفا. عايزاكم بقى تحطوا لايك للفيديو، اشتركوا في قناتي، دي قناتي اكلاتي واختراعاتي. فعلوا الجرس عشان لما تفعلوا الجرس هيوصل لكم كل وصفاتي الجديدة. تعالوا بقى نصلي على الرسول، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. وتعالوا بقى نشوف عملنا الكركديه اللي يجنن ده ازاي. بصوا بقى يا حبايب قلبي، اول حاجه بتجيبي هنا معاكي نص كيلو او ربع كيلو او حتى 8 كيلو من الكركديه، تمام. ويا ريت تجيبي الكركديه اللي هو لونه غامق، ما تجيبيش الفاتح، تمام. يعني كل ما يبقى لونه غامق كل ما يبقى احسن معاكي، تمام كده. بتجيبي بقى الكركديه وهنحط بقى يا اما تضربيه في الخلاط او تضربيه في الكبة، او يعني بصي او بتاعة التوابل، بتاع الكبة بتاعة التوابل بتاعة الخلاط، الطريقة اللي تريحك بقى اضربيه بيها. المهم ان انا عايزاه يتضرب معايا وعايزاه يكون بودرة، تمام كده. زي ما انتم شايفين كده حطيته هوت في الكبة وضربت وهضربه لغاية لما يكون بودرة معايا. زي ما قلت لك يعني حطيه في اي حاجة، حتى ممكن اي مطحنة عندك حطيه فيها، المهم يبقى معايا بودرة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، تمام. بعد كده حبايب قلبي هنحط عليه كوباية ونص او كوبايتين من السكر، تمام. انا هنزل هنا كوبايتين من السكر، تقريبا معايا هنا كوباية وربع من الكركديه او كوباية ونص من الكركديه، هتحطي عليهم كوبايتين من السكر. ويا ريت يعني يكون المعيار واحد، يعني معيار الكوباية واحد. لو كوباية صغيرة كركديه هتحطي عليهم كوبايتين صغيرين من السكر، لو كوباية كبيرة كوبايتين كبار من السكر، تمام. بعد كده حبايبي بنزل عليهم بقى ربع كوباية من المية. بحط المية وبقلب الكركديه مع السكر كده، وبقلب كويس كده بالشكل ده بالمعلقة الأول. بعد كده بعد ما بقلب المعلقة وادخل بس كله مع بعضه، بستخدم بقى ايدي دي، لان انا عايزة يعني ادخله في بعضه كويس جدا، بحيث ان اللي يبقى عايزاه معايا كده زي الرمل المبلول. عارفين انتوا الرمل المبلول؟ انا عايزاه كده، تمام. بصوا لما بتيجوا تشتروه من بره بتحسوا ان هو طري كده، وتحسوا ان هو مرمل كده، اي عصير بتجيبوه اللي هو في الاكياس ده. انا بقى عايزاه بالشكل ده، تمام. بتفضلي كده تفركي فيه كده بايدك لغايه لما يكون معاكي كده، تمام كده. شايفين شكله كده؟ اول بقى ما يوصل معاكي للشكل اللي انتوا شايفينه ده خلاص كده تمام قوي. بعد كده يا حبايب قلبي بنزل عصير ليمونه كامله. الليمونه هنا الليمون، عصير الليمون لونه احمر عشان كانت ايدي مكانها كركديه وانا عصرت الليمونه، فخلت الليمون لونه احمر. فهتجيبي عصير ليمونه. ليه بقى عصير الليمونه؟ عصير الليمونه عشان يعني يعيش معاكي وقت طويل شويه. لو انت هتحطيه في التلاجة تسحبي منه بقى وتعملي العصير بتاعك، مش هيحصل له اي حاجه، ولا لونه هيتغير، ولا هيكون ليه ريحه وحشه ولا اي حاجه. وفي نفس الوقت هيديكي مزازه كده في العصير، تمام. وبكده خلاص خلصنا العصير التقليب خلاص في الكركديه بتاعي. بتجيبي بقى برطمان او علبه او كيس اللي انت عاوزاه، الحاجه اللي متوفره عندك هاتيها، تمام. انا كان عندي هنا البرطمان ده، حطيت فيه كل الكميه بتاعتي. شايفين اهو؟ زي ما قلت لك ما تربطيش نفسك بالبرطمان، ممكن علبه تلاجة، ممكن كيس اللي انت عاوزاه. بعد كده حبايبي بتجيبي بقى الميه بتاعتك والمتلجه، تحطي فيها كده كم قطعه تلج، وتحطي بقى معلقه واحده كده على الكوبايه، يعني كوبايه ميه عليها معلقه كبيره من الكركديه اللي احنا عملناه القمر ده. عايزه اقول لكم يا جماعه بجد يجنن، لازم تعتمدوه في رمضان وتعملوه. حلو قوي جميل جدا، وانتوا عارفين الكركديه مفيد جدا للدم وللمناعه وكل حاجه يعني.
عاوزاكم بقى تجربوه، ان شاء الله هيعجبكم جدا. عايزاكم بقى لو عجبكم الفيديو تحطوا لايك، اشتركوا في قناتي، دي قناتي اكلاتي واختراعاتي، وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل وصفاتي الجديدة. عايزاكم تعملوه وتجربوه هيعجبكم. وعايزه اقول لكم على حاجه، لو حسيتوا ان هو عايز يتصفى، عايز يعني يتصفى، يعني مثلا لو حطيتي كوبايتين ميه او 3 كوبايات ميه وحطيتي عليه المعيار بتاع الكركديه، قلبيه وصفيه. تمام كده. حطوا لايك واشتركوا بقى في قناتي، بحبكم قوي. استنوني بقى في وصفه جديده وفيديو جديد، ومع السلامه وباي باي، وكل سنه وانتم طيبين.